ما هو انا كنت غلطان فعلا. انا زمان كنت بعمل لوجوز كتير جدا، ولكن كنت فاكر نفسي اسمي براند ديزاين لحد ما عرفت غلطي من كذا سنه. انت كديزاينر ممكن تتخيل ان البراند هو عباره عن لوجو وشويه الوان لطيفه وتايبوجرافي الطف وكده خلاص انا بقيت براند ديزاينر. طب خليك معايا ثواني، البراند اوسع من كده بكتير. البراند هو الانطباع او الاحساس اللي بيجي للكاستمر اللي بيتعامل مع الشركه اللي انت بتعمل لها الشغل بتاعها. لكن بقى البراندنج هو حاجه تانية خالص، هو رحلتك كديزاينر عشان تبني الانطباع ده. يعني مش مجرد لوجو، لا، دي ايدنتيتي كامله بتبنيها عشان توصل للكاستمر او الكلاينت الانطباع اللي البراند كله عايز يعمل، من الوان لفونتس لتايبوجرافي لبراند فويس لحد السوشيال ميديا والباكج وكل حاجه ممكن تتخيلها. دورك كمصمم مش مقتصر انك ترسم شكل لطيف او لوجو شكله حلو قوي، انت بتشارك في خلق تجربه كامله للاودينس اللي بيستخدم البراند ده. اي تفصيله انت بتعملها بتاثر في صوره الشركه في دماغ الناس. فلو عايز تعمل شغل جامد ركز في انك تخلق قصه من ورا البراند اللي انت هتعمله، تخلي العميل يحس ان هو جزء من القصه دي. البراند القوي بيلمع في السوق وبيبان، وطبعا بيخلي شغلك كمصمم ليه قيمه وليه فاليو، مش مجرد شكل وخلاص. ودايما افتكر اللوجو هو مجرد بداية لخلق قصة كبيرة مع البراند اللي انت شغال عليه. بتبدأ مجرد فكرة لحد ما توصل لعقل وقلب كل يوزر بيستخدم البراند دوت. لو انت بتحب المحتوى دوت تابعني عشان هنعمل قصص كتير من اول ما بدأت اللوجو لحد ما خليته براند كبير. سلام.